يا مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من ايكونولوجي. النهارده موضوع حلقتنا موضوع جميل جدا، وممكن ناس كتير تكون عايزه تفهم ايه هو بالذات الفتره دي. فيلا بينا نخش في الفيديو. في ناس بتغسل هدومها في الغساله، وفي ناس بتغسل فلوسها في البنوك. وايه الفرق؟ هدومك بتطلع ريحتها مسحوق، وهما فلوسهم بتطلع ريحتها ارباح. النهارده نتكلم عن واحدة من أذكى الحيل والألاعيب في عالم الاقتصاد، غسيل الأموال. طب في الأول كده، يعني إيه غسيل أموال أصلا؟ بص يا سيدي، تخيل معايا كده واحد كسب فلوس من حاجة غير قانونية، مخدرات، سلاح، تجارة ممنوعة، رشوة أو نصب، أيا كان. الفلوس دي كلها متوسخة لأنها جاية من مصدر شمال، ولو حاول يجي يحطها في البنك هيجي بمنتهى البساطة ويقول له الفلوس دي منين يا باشا؟ هنا بقى يجي دور غسيل الأموال، إنك تحول الفلوس الوسخة دي لفلوس شكلها نظيفة وطالعة من عمل شريف. بالبلدي كده بتلبسها بدلة وكرافات. على فكرة، البنك الدولي بيقدر ان حجم غسيل الاموال في العالم يصل ما بين 2 ل 5% من الناتج المحلي العالمي، يعني بنتكلم على اكتر من 2 تريليون دولار سنويا. طب ليه اللفة دي كلها؟ بيعملوا ليه كده اصلا؟ القصة كلها يا عزيزي هو علشان يبعدوا عن عين الحكومة. اي فلوس مجهولة المصدر ممكن تتجمد او تتصادر، فالمجرم عايز يلف ويدور لحد ما يخلي الفلوس شكلها طبيعي جدا، كأنها جاية من اي نشاط تجاري نظيف يعني. وللمعلومة، منظمة الأمم المتحدة بتقول إن في بعض الدول غسيل الأموال بيوصل لحد 8% من اقتصادها الرسمي، رقم كفيل إن هو يدمر أي سوق لو انفجر مرة واحدة. فهو الهدف الأساسي إن أنت لو جايب فلوس من مصدر غير قانوني فهي هتبقى مجهولة المصدر، عشان المصادر الغير قانونية غير معترف بيها عند الحكومة، فلو حاولت تصرفها مش هتعرف. عشان معنى ان هي مجهولة المصدر فهي مشكوك في مصدرها اصلا، عشان كده لازم تاخد لفة وترجع لك تاني عشان يبقى اسمها ليها مصدر. زي بالظبط كده كأنك غشيت في امتحان وجبت درجة عالية، وده مش الطبيعي بتاعك. الناس هتشك عشان الدرجة دي مجهولة المصدر، فتبدأ تقول بقى شوية افلام انك واخد كورسات، وانك بقيت بتذاكر اكتر، وان الامتحان جه سهل وكان جواه الحاجات اللي انا مراجع عليها بالتحديد. بكده انت اخدت لفة علشان توصل لمصدر الدرجة دي اللي هي مصدرها غير قانوني، لكن انت ولفتها ان هو يبقى مصدر قانوني. فالناس هتقتنع وتقول لك خلاص يا باشا انت جبت درجة عالية، مبروك عليك. طب ما تيجوا كده ناخد بصة على اشهر طرق غسيل الاموال. اولا العقارات، وده المسرح المفضل ليهم. على سبيل المثال، واحد يشتري شقة باسم الشركة بتاعته مثلا، وبعد شوية يبيعها لنفسه كشخص، فتبان على الورق ان هو شركة باعت شقة لشخص، وقبل كده كانت باينة ان شركة اشترت شقة من شخص. على الورق صفقة بيع وشراء، في الحقيقة نفس الفلوس عملت لفة ورجعت لك تاني، بس بقت فلوس محترمة المرة دي. وبرضه في دراسة أمريكية بتقول إن أكتر من 30% من الصفقات العقارية الفاخرة في ميامي ونيويورك تمت بكاش، والسبب غالبا مش حب الكاش بل غسيل أموال. ثانيا شركات وهمية، شركات ملهاش أي نشاط حقيقي، لا بتبيع ولا بتشتري، لكن حساباتها شغالة دخول وخروج وكأنها أرباح وخسائر بالظبط. فقدام الحكومة الدنيا فلة، لكن في الدرة الدنيا فلة برضه بس بمعنى تاني. ثالثا، ودي بقى بالنسبة لي أنا شخصيا أصيع واحدة، الأعمال الفنية. تخيل كده تروح تبيع لوحة ب5 مليون لجارك وهو يديك الفلوس وانتوا متفقين من تحت الترابيزة والكل مبسوط، وورق بيقول صفقة من النظيف منه. رابعا الكازينوهات، وعلى فكرة يتطبق عليها برضو القمار والحاجات اللي هي موجودة دلوقتي زي ألعاب المراهنات والحاجات دي برضو، يعني من ضمن نفس الكاتيجوري يعني. المهم تدخل وتلعب بفلوسك، ويا باشا خسرت، يا باشا كسبت، يا باشا عملت،
وانت متفق من تحت الترابيزه مع الراجل اللي واقف وبيظبط لك الكروت وبتاعه ومش عارف ايه ان هو يكسبك قاصد. فبالشكل ده انت دخلت مثلا بمليون جنيه، طلعت بمليون ونص. يا باشا حلال عليك المليون اللي هي بتاعتك اصلا، والنص دي اديها للراجل المحترم اللي كسبك وروق لك الدنيا. وبكده قدام الحكومة يا باشا انا ورق نضيف. انا الفلوس دي ممكن مشكوك في نزاهتها، لكن مش مشكوك ان مصدرها غير قانوني. ده يا باشا كازينو قانوني ومصرح من الدولة. والولد ده على فكره لو اتحقق معاه بمنتهى البساطه يقول الراجل جه عندي وكسب مليون ونص واداني نص مليون جنيه تيبس. وفي تقرير في كندا بيقول ان الكازينوهات في فانكوفر لوحدها غسلت اكتر من مليار دولار كندي في 5 سنين بس. خامسا التجاره الدوليه. تبعت شحنه كده يا حبيبي تسوى 10,000 دولار وتكتب في الفاتوره 100,000. الفرق ده بقى هو غسيل نفسه. طب احنا كده فهمنا ايه هو غسيل الاموال، واظن بالتبعية فهمنا خطورته، وفي نفس الوقت احنا فهمنا اشهر الطرق بتاعته. طب ما تيجوا نفهم بيتعمل ازاي. انا هنا مش بديكوا درس how to be a مجرم in 5 minutes. دي مجرد يعني تعليمات بسيطة. تعليمات ايه، انا هودي نفس البلد. دي مجرد مراحل بتتراجع وبتتابع علشان نفهم ان حصل من خلالها غسيل اموال مش اكتر. اول مرحلة وهي البليسمنت او الايداع، ادخال الفلوس في النظام المالي لاول مرة. فلوس دخلت يا باشا، مش عارفين مصدرها، مش عارفين جايه منين، مش عارفين دخلت فين، بس دخلت. ثانيا لايرنج او التمويه، تحريك الفلوس بين الحسابات والصفقات لحد ما متعرفش هي بدأت منين اصلا. على رأي عسل اسود كده، الطبق ده بيلف علينا طالع نازل من اول رمضان لحد ما نسينا هو بتاع مين اصلا. اهو الطبق ده مشتبه بيه في غسيل اموال. انا مش بتريق، بتكلم بجد. لو الطبق ده كان فلوس كنا ممكن نقول عادي جدا ان الفلوس دي جايه من مصدر غير قانوني، وعشان كده اخدت اللفه دي ومبقيناش عارفين مصدرها. تالت خطوه وهي الانتجريشن او الدمج، اخراج الفلوس للسوق كارباح طبيعيه من عمل شريف. وبالشكل ده يا باشا انت خدت الفلوس، دخلتها في مكان، ما اتقبلتش، لفتها لفه حلوه، رجعتها، قال لك جايه منين؟ قلت له 1 و2 و3 و4 و5 و6، قال لك خلاص يا باشا انا مصدقك. وقامت داخله عادي جدا والفلوس كلها متصدقه ان هي مصدرها شريف. في الاخر كده غسيل الاموال مش لعبه، ده نظام معقد وممكن يعدي على اذكى مراقبين عادي على فكره، لكن في نفس الوقت لو حد اتقفش فيه العقوبه بتبقى تقيله قوي، وهيتصور في نشرة اخبار وهو لابس بدله ثانيه غير اللي كان بيغسل بيها. بس لو بنتكلم بجد هو فعلا الموضوع خطير وصعب ان هو يتقفش، وفي نفس الوقت انت ما تضمنش انت بتتعامل مع مين. ممكن تكون بتتعامل مع عيل عادي جدا هو مجرد جاله 10,000 جنيه وعايز ينظفهم بس وخلاص، وممكن تكون بتتعامل مع مجرم خطير وتاجر سلاح عالمي وبيدمر اقتصاد بلدك. عندنا في مصر عقوبتها حوالي من 5 ل7 سنين. طبعا لو في حد من رجال القانون لو يقدر يكتب لي تحت بالظبط قانونها قد ايه يبقى يعني ربنا يبارك لك. بس انا اللي اعرفه ان هي من 5 ل7 سنين، ولازم استرداد المبلغ اللي انت اصلا قعدت تلفه ده. ونقطه كده على جنب بس، فاكرين لما كنت قلت لكم قبل كده ان السبب اللي بيوقع الاقتصاد لما نطبع فلوس ان انت بتزود الفلوس من غير ما تزود السلع والخدمات؟ اي بلد في الدنيا لو قررت ان هي تطبع فلوس زياده من غير ما يكون عندها انتاجيه او احتياطي للعمله دي يقابلها، فالعمله هتقع والاسعار هتولع. هي نفس الحاجه بتحصل لما انت تدخل فلوس غير قانونيه، لان الفلوس دي مش معروف مصدرها، فانت دخلتها مره واحده وهي ما كانتش محسوبه في الحسبان، فالفلوس اللي كانت في السوق زادت مره واحده بدون اي سبب. فبالشكل ده انت بتزود التضخم عندك في الدولة وبتبوظ النشاط الاقتصادي في الدولة. وبس كده، انا كده خلصت حلقة النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك، ولو حبيت النوعية دي من الفيديوهات ما تنساش تشترك في القناة، ولو عندك فكرة فيديو معين عايز نعمل عنه حلقة اكتب لي تحت في الكومنتات وان شاء الله هبقى اعمله. وشكرا على مشاهدتكم ايكونولوجي، وسلام.